في محافظة النجف وأثناء رفع التجاوزات وعدد من الكرفانات الفارغة المتروكة ونقلها من موقع إلى آخر، فجأة سمع سائق آلية صوت بكاء طفل حديث الولادة داخل الكرفان الذي قام بنقله بواسطة الرافعة، وإذا بالصدمة حينما تفاجأ بوجود طفل رضيع بداخله، وفورا أبلغ القائم مقام والشرطة ونقل الرضيع إلى مستشفى الزهراء التعليمي التي تولت رعايته قبل تسليمه إلى الجهات المختصة. اخوان الله يحفظهم، هذول يقدمون خدمات خلال زيارة الأربعين، عندهم كرفانات للإرشاد الديني. الأخ صاحب الكريم رفع من حي الجمعية كرفان اجى إلى عمود 276 حتى يترك الكرفان ويروح، لأن هو مجمع الكرفانات هنا. اجى تفاجأ اكو صوت بالكرفان، لقى هذا الطفل. الله سبحانه عز وجل ينجي الناجي. فرأسا على الفور الأخوان الله يحفظهم خبرونا، وجينا لمحل الحادث. خبرنا سيد قاضي التحقيق المحترم أستاذ منتصر، خبرنا الجهات الأمنية المسؤولة، خبرنا مدير الصحة. الآن الإسعاف جاية، وإن شاء الله من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا.